الكلام كله حته واحده. اللي ما عندوش سكر هياكل عضلاته وعظمه وانزيماته، يقول لك هرمون الغده الدرقيه ما اعرفش راح فين، التيروزين راح فين ما اعرفش. التيروزين ما اتاكل يا بابا، راح يعمل سكر. هو يا جماعه ما فيش، بص الازمه في المنتج الاستراتيجي، ازمه سكر، ازمه قمح، ازمه رز. ما فيش حاجه اسمها ازمه خيار ولا ازمه فراوله ولا ازمه لحمه، ده كل ده كفته. لو حضرتك عندك احتياطي رز، قاطع العالم كله اقعد. هنا هو استخدم سلاح اقناع خطير جدا، المصطلح العلمي المجعلص. لما يرمي في وشك كلمه زي تيروزين وهرمونات الغده بيديك انطباع انه بروفيسور كيمياء. وبما ان اغلب الناس ما تعرفش ايه التيروزين ده اصلا، فبيصدقوا اي هبد يتقال ورا المصطلح ده على طول. الكلام ده ضحك علميا. التيروزين ده حمض اميني بناخده من اكل البروتين، وفعلا الكبد ممكن يستخدمه كطاقه. بس الكارثه في ادعائه ان الجسم بياكل هرموناته. هرمونات الغده اللي هي التي 3 والتي 4 كمياتها في جسمك بتتقاس بالميكروجرام، يعني ولا حاجه. لو الجسم حرقها كلها مش هتطلع له ربع سعر حراري. الجسم لما بيجوع بيصنع سكر من الدهون وبروتين العضلات، مش بيروح ياكل هرموناته النشطه. ده جهل بفسيولوجيا الجسم. هرمون الغده عشان يتصنع محتاج حاجتين بس، تيروزين وده بنجيبه بكميه كبيره من اللحمه والبيض، ويود وده بنجيبه بكميه كبيره من الملح والسمك. مفيش سكر في المعادله خالص. ولو السكر هو الاساس، فمستشفى جونز هوبكنز بتعالج مرضى الصرع بالكيتو دايت، يعني كرب شبه معدوم، من سنه 1920 لحد النهارده. ودراسات في مجلات تقيله زي اللانست والجاما بتاكد ان الناس اللي ماشيه على كيتو صح تحت اشراف طبي، وظائف الغده عندهم مستقره وما بتنهارش زي ما بيخوفك. بالعقل كده لو كلامه صح، كان ملايين الناس اللي ماشيين على كيتو دايت او زيرو كارب جالهم خمول في الغده او ماتوا. الواقع بيقول ان ده ما حصلش. طول ما انت بتاكل بروتين كافي التيروزين موجود، وطول ما انت بتاكل ملح ويود الغده شغاله. السكر الابيض ملوش اي علاقه بالقصه. لما حد يستخدم مصطلح علمي عشان يخوفك، فانت لازم تنتبه لده كويس جدا وتفكر وتقول، هل ملايين الاطباء مخدوعين او بيتفقوا على المرضى وده المنقذ المخلص بقى، ولا الموضوع هو استغلال العاطفه والجهل عشان يظهر ويبقى ترند حتى لو على حساب حياه ملايين المرضى للاسف؟